الصلاة سيدي فيها ثلاث أشياء: حركات في الجسم، قيام، ركوع، سجود، جلوس، يعني بين السجدتين، تحيات، هي حركات بالجسم. وفيها أقوال، في القيام قراءة، في الركوع والسجود تسبيح، في الجلوس تحيات كذا. طيب، صار في عندنا حركات بالجسم، أقوال، وفي عندنا الانتباه لمعاني الأقوال. هذا الصعب، الانتباه لمعاني الأقوال. ماذا أقرأ أنا؟ هل أنا بس دي ألفاظ هكذا، ولا منتبه لمعاني؟ هذه أصعب وحدة. حركات الجسم درسناها ولله الحمد، وأغلب المسلمين يصلون صلاة صحيحة. طيب الأقوال، أغلب المسلمين يقولون يقرؤون في الوقوف الفاتحة والسورة، في الركوع والسجود التسبيح، في الجلوس التحيات. يعني الصعب والذي بحاجة إلى مجاهدة هي الثالثة، اللي هي الانتباه. لما أنا أقول الله أكبر، هل أنا في قلبي معتقد أن الله أعظم من كل شيء؟ لما أقول الحمد لله رب العالمين، هل قلبي يقول الحمد لله رب العالمين ولا بس اللسان؟ هذه أصعب وحدة، اللي هي تأمل ما نقول في الصلاة. قال أحد العلماء في أبيات شعرية ينصح بها، يخاطب بعض، يعني يخاطب أمثالي وأمثالي، لا سلامتكم. يقول: تصلي بلا قلب، صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة، تظل وقد أتممتها غير عالم، تزيد احتياطا ركعة بعد ركعة. تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره، يعني في قلبك، فيها في الصلاة يعني لغير ضرورته. رح نعيد هذا البيت: تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره. يا الله، هلا بعد الصلاة بدي أروح أعمل كذا، اليوم جاي لعندي فلان وعدت فلان، معزوم على الغداء إلى آخره. تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره، فيها لغير ضرورتي. ولو رد من ناجاك للغير طرفه. إذا أنا عم بكلمك يا أستاذ إسماعيل، أنا عم حكيك وأنت عم تقرأ بالورقة أو عم تشوف الجوال، بقول لك: هيا أخ إسماعيل خليك معي هون، يعني أنا أغتاظ منك. نعم، أشعر بأنه هذا انتقاص. ولو رد من ناجاك للغير طرفه، تميزت من غيظ عليه وغيرتي. فويحك تدري من تناجيه معرضا، وبين يدي من تنحني غير مخبتي. أما تستحي من مالك الملك أن يرى صدودك عنه يا قليل المروءة. يعني الحقيقة هي أبيات تهز هزا والله، والله يرحم ناظمها ويغفر لنا فإذا هو أصعب شيء هو الثالثة هذه، استحضار معاني ما نقرأ. هل أنا لما أقول سبحان ربي العظيم، هل أنا أقول تنزه الله عن كل نقص، تنزه الله عن كل وصف لا يليق به؟ هل هكذا قلبي يقول وأنا ولا طالع نازل؟ الصلاة ليست كذلك. كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه يقول: إن الله تعالى يريد منا قلوبا تخشع لا قوالب تخضع. إن الله تعالى يريد منا قلوبا تخشع، يعني هو المقصود الأسمى، لا قوالب تخضع، يعني تخضع مع الغفلة. هذا قصده رحمه الله. كل هذا الكلام اللي تكلمناه لخصه الله في كلمتين: أقيموا الصلاة. بس أقيموها،